في الشأن المغربي الآن أعلن مكتب الصرف استعادة أكثر من ملياري درهم، أي ما يعادل 200 مليون دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خارج البلاد خلال عام 2024، ذلك عقب انتهاء عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم التسوية التلقائية، التي دامت طيلة العام الماضي وفق ما نقلته وكالة الأناضول. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الرباط السيد رشيد المسلم الكاتب الصحفي. سيد المسلم، أهلا ومرحبا، شكرا على تلبية هذه الدعوة. ماذا عن استعادة المغرب 200 مليون دولار من أموال مهربة إلى الخارج وكيف تم ذلك؟ فعلا سي حكيم، هو استعادة زيد من ملياري درهم حسب تصريح رسمي ومذكرة من المكتب الصرف المغربي. أكد بأن في إطار التسوية الضريبية الجبائية التي أعلنتها الحكومة والتي كانت مبرمجة في قانون المالية 2024، معروف أن هذه التسوية الوضعية الجبائية الطوعية أثارت جدلا كبيرا، خصوصا في الأيام الأخيرة من نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، حيث أن هذا الجدل معنى به سواء المواطنين المغاربة الذاتيين أو المغاربة المقيمين في الخارج. الحكومة أجبرت حتى نهاية 31 من دجنبر على المواطنين أن يقوموا بالتسوية الطوعية، أن يقوموا من خلال معاملتهم في الأبناك أو أن يتم التصريح بممتلكاتهم سواء النقدية أو العقارات التي لم تؤدى عنها الضرائب. اليوم حسب المعلومات التي صدرت عن المكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم المغاربة المقيمين في الخارج تجاوزت مليارين درهم، وهذا مؤشر إيجابي بأن المعطيات التي تكلمت عنها الحكومة ورغم التعتيم الإعلامي الذي صاحب هذه القضية وصاحب الجدل الكبير، حتى أن بعض المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج قاموا طوائي بتصريح ممتلكهم، خصوصا بعض تتعلق بالمحجوزات او بعض العقارات التي يتوفرون عليها المغاربه المقيمين في الخارج. كما هو معروف حكيم ان المغاربه المقيمين في الخارج يقومون في اطار المساله القانونيه بتحويلات ماليه مهمه تجاوزت 100 مليار درهم، وهي مؤشرات اخرى باعتبار ان هناك عقارات سواء في المغرب او خارج المغرب لم يتم تسويتها الضريبه، لم يتم اداء الضريبه عنها. كما ان هناك معطى اخر تبرره الحكومه من اجل محاربه التهرب الضريبي، من اجل محاربه غسل الاموال، واجل ان تكون هناك سيوله ماليه قانونيه تزود الماليه العموميه. وهذا يعني ان الاقتصاد المغربي الآن يعاني، هناك أزمات، هناك مؤشرات الأزمة، باعتبار أن أزيد من 80% من المعاملات الاقتصادية تكون خارج السياق القانوني، أي أن هناك معاملات كاش خارج المعاملات البنكية. وإذا تبقى هناك مؤشرات تؤكد بأن ما قامت به الحكومة في قانون المالية هو وليس بجديد، هو كان في القوانين المالية السابقة، ولكن في الأيام الأخيرة من السنة الماضية كان هناك شيئا ما حملة إعلامية من أجل أن على المغاربة سواء الذاتيين أو التي أولادهم عقار يقوموا بتسويتها الضريبية أن عليهم أن يؤدوا قبل نهاية السنة الماضية في حدود 5%، وإن تجاوزوا في السنة الحالية سوف تتحدد إلى 35%. هذه 35% جعلت بعض المواطنين أعتقد أن ملياري درهم التي أكدها مكتب الصرف المغربي هي غير كافية، باعتبار أن هناك معطيات تقول أن هناك معاملات مغاربة في دول الخليج أو في بعض الدول الأوروبية، هناك تهريب العملة الصعبة، هناك شراء بعض المنقولات أو شراء بعض العقارات في الدول الأوروبية، تكون هناك بمعاملة نقدا أي كاش، حيث أن بعض المواطنين يضعون أموالهم في المغرب ويحصلون عليها في الدول التي يريد أن شراء فيها هذه العقارات. وهذه يعني أن الاقتصاد المغربي يتضرر، الميزانية المغربية تتضرر، وهذا يعني أن في إطار محاربة
أو تحقيق العدالة الجبائية. ينتظر أن تقوم هناك الحكومة تقول حسب روايتها وأجل إصلاح النظام الضريبي، إصلاح النظام الجبائي، باعتبار أن هناك إصلاحات اجتماعية في الحماية الصحية وفي التغطية الصحية تحتاج إلى سيولة مالية، وهي كذلك في إطار رقمنة المعاملات النقدية وجعل غالبية نسبة كبيرة من المعاملات المغربية تكون في الأبناك بالوضوح، وغير في منطقة الظلام أو في منطقة التعامل بالكاش، وكذلك من أجل محاربة الغسيل الأموال وتبييض الأموال كذلك واستعمال الأموال في عمليات إرهابية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر من الرباط سيد رشيد المسلم الكاتب الصحفي. استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم 200 مليون دولار من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024. وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم التسوية التلقائية والتي دامت طيلة العام الماضي. وتأتي التسوية التلقائية في إطار الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة. وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم 200 مليون دولار. وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم 91 مليون دولار، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم 86 مليون دولار، والموجودات الأصول النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم 24.4 مليون دولار. وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال التي نفذت عام 2014 مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم 3 مليارات دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء. وكان قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أمين التهراوي يوم أمس الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أمين التهراوي في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة. كما يهدف مشروع القانون، أضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أمين التهراوي، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب أمين التهراوي أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية السامية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لأسيما أحكام المادتين 15 و18 منه،
المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.